يا مساء الخير. النهارده جايه لكم في مول الماسة او مول في مدينة العالمين الجديدة. يلا بينا ونروح نشوف المول بداخله، ايه الموجود فيه وجمال وروعة المكان. تعالوا بينا ونشوف المفاجأة جوه شكله عامل ازاي. يلا بينا كده هنركن بقى في الباركينج الخاص بالمول ونشوف بقى مع بعض الصرح الداخلي للمول وشكل التصميم بتاعه عامل ازاي. بصراحة يعني حاجة كده مبهرة، حاجة جميلة جدا. فخر بجد ان هو في مصر وان هو يعتبر في بالاخص مدينة مرسى مطروح. فخر لينا احنا كمطروحية، بجد حاجة كده جميلة وتشرف ان احنا عندنا الصرح ده. طبعا هنا كده الشكل الخارجي للمول زي ما احنا شايفينه، ده الساحة بتاعته الخارجية، وهنا كده انتظار للعربيات، ومن عن بعد كده تظهر لينا الابراج. طبعا هصورها لكم وهبينها لكم في فيديو تاني خاص بقى بالابراج وبالمنطقة السكنية الخاصة بمدينة العالمين. وهنا طبعا كان اول ظهور ليا في القناة، وانا بشرح للمجموعة اللي كانوا معايا الوضع كان شكله ايه والابهار اللي كنا فيه بصراحة واحنا بنتفرج على المول. كان جميل جدا. طبعا بندخل نشوف، احنا شايفين السقف زي ما احنا شايفينه السقف الصناعي، اللي يشوف يقول ان هو كأنه سماء وسحاب وسحب وحاجات زي كده. طبعا ده كل ده صناعي، يعتبر مسقوف ولكن بتصميمات 3D، كأنه نهار، وكأنه مهما كانت الدنيا ضلمة بره بيبقى كأنه نور. وهنا طبعا زي كده على التصميمات اللي هي الأوروبية، وتصميم معماري جميل جدا، زي المشروع اللي هو الحي اللاتيني او المناطق الأوروبية، جاية ظاهرة كده بالأشكال اللي احنا شايفينها دي، والسماء اللي هي الصناعي اللي احنا شايفينها كده، حاجة كده مبهرة بصراحة، وتصميمات جميلة جميلة جدا جدا. المول هنا يعتبر من أضخم المشاريع التي قامت على مدينة العالمين الجديدة، ومن أجملها وأروعها فعلا. بجد كان حاجة مبهرة المول هنا ان هو يطلع بالشكل ده والجمالي ده. بيخدم المنطقة وبيخدم المدينة. كمان قامت المدينة على استيعاب أكتر، أو مخططة أنها تستوعب أكتر من 3 مليون نسمة، بحيث تكون أكبر مدينة مليونية في الساحل الشمالي. بتكون فين مدينة العالمين؟ أولها بيكون بدايتها من بداية محافظة مرسى مطروح تحت الحدود الإدارية أو داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح، وهي بتكون في الساحل الشمالي على البحر مباشرة. ويوجد بيها مدينة العالمين الجديدة كمان مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، وكمان بيها فنادق كبيرة جدا ومشهورة وضخمة بأمانة، يعني معمولة على أحدث وأعلى مستوى في الفنادق العالمية. كمان فيها مراكز للمؤتمرات، وكمان فيها حي الحدائق ومرسى الفنار، كمان أرض المعارض ومنطقة أثرية للمتاحف مفتوحة برضو ومتنزهات دولية، بالإضافة إلى متحف العالمين الأساسي. وطبعا هنا أقدر أسيبكم بقى تستمتعوا معايا في الفيديو، وخليكم معايا لآخر الفيديو عشان تشوفوا نهاية المول شكله إيه من بره ومن جوه، والساحة كلها على بعضها شكلها عامل إزاي. ما ننساش طبعا لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في الجولة الجاية ان شاء الله في استكمال لمدينة العالمين بأمر الله تعالى. يلا اسيبكم مؤقت، باي باي، بس خليكم لنهاية الفيديو ما حدش يمشي، اتفرجوا معايا للآخر. باي باي.
وطبعا ما حبيناش نفوت الفرصة، وهنا حبينا ناخد مع بعض كده كام صورة تذكارية انا واصحابي في المكان دوت، بحيث تكون ذكرى للعمر بعد كده، ان احنا رحنا شوفنا المكان الجميل دوت والصرح الرائع ده. خليكم معانا، هتشوفوا برضو مفاجآت تانية في نهاية الفيديو.